اول مره جربت هاد الكيكه ما توقعتش تكون بهاد اللذه. كتجي خفيفه ومنعشه وبطعم كيخلي اي واحد باقا يطلب منك المقادير. بلا ما نطول عليكم وندوزو لطريقه التحضير. في اناء كنوضعو 3 بيضات، فانيلا، رشه ملح، كنضيفو مبشور ليمونه كامله ونصف كاس سكر. كنخفقوا الخليط مزيان بالطراب الكهربائي حتى كيولي لونه فاتح. من بعد كنضيفو نصف كاس زيت ويوغورت بنكهه الفانيلا اولا الموز، وكنخلطوا المكونات مزيان. دابا كنضيفو 3 كؤوس دقيق ابيض وجوج اكياس خميره الحلويات، وفي الاخير كنضيفو نصف كاس عصير الليمون الحامض اللي عمرنا النصف الاخر ديالو بالماء، وكنخلطوا المكونات مزيان وندوزو نحضروا الكريم باتيسير. كسرونه كنخلطوا كاس ونصف حليب، ملعقه كبيره سكر، برش ليمونه، وملعقه كبيره ونصف من بودره الكريم باتيسير بنكهه الليمون. كنحركوا المكونات فوق نار متوسطه حتى كتعقد الكريمه وتولي ناعمه، ومن بعد كنضيفوا ملعقه كبيره زبده وكنخلطوا مزيان حتى كتذوب الزبده. كنصبوا الكريمه بالصحن وكنغطيوها ببلاستيك غذائي اللي يكون ملامس لسطح الكريمه باش ما كتشكلش لينا ديك القشره، وكنخليوها تبرد واحد شويه. كنصبوا خليط الكيك في القالب اللي القطر ديالو 24 سنتيمتر. من بعد ما بردات الكريمه شويه كنحطها في كيس حلواني وكنوزعها فوق خليط الكيك بشكل متساوي. من بعد كنزين الوجه بحبة التوت ورقائق اللوز، وكندخلوا الكيك لفرن اللي مسخن مسبقا على 180 درجة حتى كيطيب مزيان وكيتحمر الوجه ديالو. من بعد ما طيب الكيكه ديالنا وكتبرد كنزينوها بحبات من التوت وورق ديال النعناع ورشه خفيفه ديال السكر بودره. وها هي كيكتنا واجده، كتجي هشيشه ومنعشه والمذاق ديالها كيجمع ما بين حموضه الليمون وحلاوه التوت بطريقه رائعه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وخليوا لي رايكم في التعاليق وفولو الصفحه باش ديما يوصلكم الجديد.